إمامك زين العابدين الليلة مشغول بمن؟ لأنه لازم يجي يدفن جسد أبوه. هم سمعت أنت جنازة الظل؟ واحد يصيح بالشارع سمع الإمام زين العابدين أنا غريب، التفت إنه بالسوق أنا غريب. جاء الإمام زين العابدين قال له أنت غريب؟ قال له إيه. قال له هسه من توقع وتموت هسه هنا تظل جثتك بالشارع بالطريق؟ قال له مستحيل، تجي الناس تاخذني تغسلني تكفني وتدفني. قال له كان انت مو غريب، الغريب من بقي بلا كان انت لا تقول انا غريب، الغريب من بقي بلا غسل ولا تكفين. وظلت لوعة بقلب مولاتك زينب، تركته جثة على الأرض وراحت، ومثل ما قرينا مشت وعيونها على حسين. لذلك ظلت لوعة بقلبها تقول له بدفنتك يا أخويا ما حضرتك. خلنا نقرأ مصيبة زينب ونروح الزين العابدين شلون دفن وشلون اشتغل. بدفنتك يا اخويا ما حضرتك وتنزف على التربان عبدك. هاي الليلة ترى ما تقل شأن عن ليلة 11 ولا عن ليلة 10، هم ليلة بيها، بس أنا وياكم نكتشف أسرارها. أن جسد الحسين سيوارى، جسد الحسين سيدفن، جسد الحسين سيضمه الأرض وويلا. بدفنتك يا أخويا ما حضرتك وتنزف على التربان عفتايك تقل له وياك ريت اندفنت خيتك. وترى صادقة زينب سلام الله عليها، صادقة، لأن من طلعت شلون المنظر، الجسد وراها والراس قدامها، وحيرتها حيرة. أروح ميسرة ويا الراس جسمك من يدفن هنا، أظل يم الجسد يا حسين راسك من يروح ويا. هاي حيرتها. فاسمع أمنيتها، بدفنك يا خويا ما حضرتك وتنزف على التربان عفتك وياك ريت تندفنت خيتك. تقل اخويا بلا راس جسمك دافنين، بلا راس جسمك دافنين عثر شلون موسدين. وراح زين العابدين قصة كربلاء ويريد يواري الأجساد، نفسك روحك قلبك ويا إمامك. تعنى الكربلاء بدمعة السجاد، تعنى الكربلاء بدمعة السجاد 3 أيام ما مدفون الأجساد. من الكوفة دفنهم معتمد عاد، ويلي وقف يم جسم ابوه وجذب حسره. يقول له ابوه
ابويا بدمعتي ابويا اعتنيتك، ابويا بدمعتي ابويا اعتنيتك، ادفنك يا شهيد الطف اجيتك. بس اخبرك يا ابويا، اخبرك يا ابويا بالكوفة يسار اهل بيت، اي والله تعذبنا وحق جدتي الزهراء. تقول الرواية أنه عندما وصل إلى أبيه الحسين رمى بنفسه على الجسد نادى أبا أبا يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يجمع الله بيني وبينك. ثم تقول الرواية أراد أن يحمل جسد أباه، كلما حمله من جانب سقط الجانب الآخر. هل من منادي ثلاثا وحسينا، دفن جثة أبوه بضلع محني، وويله دفن جثة أبوه بضلع محني، ويسمع ونته يا ابني اسمعني. ايش راح يسمع علي السجاد زين العابدين؟ ايش راح يسمع؟ دفن جثة أبوه بضلع محني ويسمع ونته يا ابني اسمعني، يقول له ادفن رضيع ويا ابني. ودفن الرضيع وويلاه، دفن أخو الرضيع أيضا. بس وين بعد بهالاثناء بهالاجواء هذه؟ وتدري انت كل شيء قريب. اسمع زين العابدين، التوى يمشى يا ابو قلبه تحزن. خذها مني، خذها وتحملها. التوى يمشى وقلبه تحزر، يقول له شلون الم منك يا لقمه. لان انت قريت وسمعت، صح لو لا؟ قريت وسمعت ارباب المقاتل يقولون الفرس اخذت علي الاكبر المعسكر الاعداء. التوى يمشى ابو قلبه تحزر، يقول له شلون الم منك يا الاكبر؟ يقول له ما شايف جسد مثلك موذر، الله يعين قلب عليك صبره. وبعد هناك هم اكو شاب عريس وويلا، ويم جثة القاسم جذب ونه. قول ساعد الله قلب زين العابدين. يم جثة القاسم جذب ونه، يقول له يتيم ومعرس ودمه تحن. وقصد شوي اسمعني ارد اهيئك. قصد الاولاد عم الكل دفنها، قصد الاولاد عمه الكل دفنها، وعلى الانصار عينيه الجفنها. الوفايه الذي عافت وطنها، اي والله وفايه. قصد الاولاد عم الكل دفنها، وعلى الانصار عينيه الجفنها.
الوفاية اللي عافت وطنها وأهلها والعمر إلا تنذره. بعد وين راح؟ قضى دفن الأنصار وآل هاشم، نادى ظل جسد حامل فواطم. قضى دفن الأنصار وآل هاشم، نادى ظل جسد حامل فواطم. بطل عدنا على المسنات نايم، والله بطل عدنا وعلم سنات نايم. يم المشرعة ينحفر قبره. لما وصل العمه قبل الكفين ورمى بنفسه على جسد عمه. شي له يا عمي يا عمي خلاف عينك يسرون عدو. سلبونا عمي. وصل يم عمه صاحب جفن مدمي مدمي. يقلنا قوم وشوف حالتنا يا عمي. يا والله قوم وشوف حالتنا يا عم. رجع بعد الدفن إلى عمته زينب. لما نظرت إليه قالت عم أين كنت؟ قال عم الآن فرغت من دفن والدي. وهنا بكت مولاتنا زينب تقلنا يا عم يا عم يا عم شمالها النمال فونا. والله ما لفونا وبديار غربة ضيعونا. والله ضيعونا حيث الليالي غدرت بينا. والله بينا ذبحة وهنا ونسبينا. هي والله ذبحة وهنا هي انسبي. مثل ما بديت بعاشور يختم بعاشور لين ما بقى وقتها. ايش تقرأ؟ بدينا احنا اللي قبل آدم، بدينا وجدنا الأسس العالم. بدينا شلون حبال تتشدد، شلون احنا ونطب ديوان أمية. بدينا بس عاشوري مال الختام. بدينا احنا اللي قبل آدم. والله وجدنا الأسس العالم، وجدنا الأسس العالم. والله شلون حبال تتشدد، شلون حبال تتشدد. شلون احنا ونطب ديوان أمية. عندي 5 دقائق وهاي كنت تنقر الكلمات. يا حكي الشماتة، يا حكي هاي ابو فاضل خواته. يا حكي هاي ابو فاضل. مكتفات على الهزل، مكتفات على الهزل بلا محامي ولا شبل. هاي ابو فاضل
خواته. خلنا نقراها أنا وياك. وينها إيدك؟ وينها إيدك؟ يا حكي الشماتة هاي أبو فاضل يا حكي الشماتة هاي أبو. وين صوتك؟ يا حكي إيدك هاي أبو فاضل مكتفات على الهزل بلا محامي ولا شبهل. مكتفات على اي والله بلا محامي ولا شبهل. هاي ابو فاضل خواته هاي يا حكي الشماتة يا حكي الشماتة هاي ابو ما سمعك ما سمعك. يا حكي الشماتة اي والله هاي ابو بعد يا حكي الشماتة ايدك وصوتك هاي ابو مكتفات على الهزل بلا محامي ولا اي والله مكتفات على الهزل يا الله بلا محامي ولا حنة هاي ابو فاضل هاي ابو. هسه خلنا نقراها للحشد وننويها لابنائنا المقاتلين. ايدك وصوتك يلا ابويا. يا حكي الشمال هاي ابو وياي هاي هاي ابو مكتفات على الهزل بلا محامي اي والله مكتف يا الله بلا محامي. حنة هاي ابو حنة بحنة هاي ابو. ارفع صوتك ارفع صوتك. يا هاي ابو فاضل اي والله يا هاي ابو مكتفات على الهزل بلا محامي ولا. وين صوتك؟ مكتفات اي والله بلا محامي. حنة هاي ابو فاضل هاي ابو. لأن إمامك الحسين بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء عار بأبي وأمي من الثياب بلا تغسيل بلا تكفين. وإمامك زين العابدين يأتي من الكوفة في مثل هذه الليلة لدفن الأجساد. تقول الرواية يوم اللي إجا الله الأجساد كانت مقطعة، الأجساد كانت إربا. تقول الرواية كلما حمل جسد أباه الحسين من جانب سقط الجانب الآخر. الله 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 الله. كل ما يشيلها من جانب الجانب الثاني يوقع، إلى أن تقول الرواية جمع جسد أباه ببارية، جمع جسد الحسين ببارية. الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان في جسد أبي الحسين 1000 طعنة. الله أكبر، 1000 طعنة. ثم إمامك زين العابدين وهو عند جسد أبيه الحسين يبحث عن شيء بقرب جسده الإمام، بقرب جسد أبيه. ماذا كان يبحث؟ كان يبحث عن إصبع الإمام المقتول.
ثم بعد أن جمع جسد أباه وأنزله إلى الحفرة يسمع صوتا من النحر: بني علي بني علي رصد وسد رضيعي. الله الله الله. ثم دفن أخاه علي الأكبر وهو بأشد حال. ثم انتقل إلى الله 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 الله. قالوا له بني أسد، قالوا له أكو جسد يم نهر العلقمي. اسمعها الكلمة هاي. قالوا له أكو هناك جسد يم نهر العلقمي، كلما اجتهدنا أن نحمله ما استطعنا. الله. إلى أن تقول الرواية راح وذب نفسه على جسد عمه وقال له: يا عمي خلافك يا عمي يسرون عدو. ثم أخذ يبحث عن كفي الإمام المقطوعين. ثم بأبي وأمي حفر حفيرة كبيرة وجمع فيها الأجساد للأصحاب ودفنهم وأكمل الدفن، ورجع إلى عمته زينب. الله يرحم حج معين السباك: عم يا العلي، عم يا علي السجاد، صاحت زينب الكبرى. على كيفك مصيبة دفن والنوم تختم. عم يا علي السجاد، عم يا علي السجاد، صاحت زينب الكبرى. لابن أمي حصل دفان يولا ظل على الغرب. عم يا علي السجاد، صاحت زينب الكبرى. لابن أمي حصل دفان يولا ظل على الغبرة. اسمع علي السجاد شو يقول، واسمع زينب شنو سؤالها: عم يا علي السجاد، لاخويا ما حصل دفان، يدفن جثة ابن أمي وعلى الزهرة يسوي حسان. ما شفنا يظل ميت 3 أيام عتر، ما شفنا. اي والله ما شفنا يظل ميت 3 أيام عالتربة. ما واحد تدناله وعن حر الشمس شاله، عفت الولي بهالحاله، اخته ولاج قلبه عليه وقلب الاخت شي صبره. الله يرحم حج معين السباك. اسمع: رحت ميسر عنه وبقت فوق الثرى جثته، ما يدري ايش جرى على اخته، فقد وليانها وعزها وشماته ومبعد المسرى. الله اكبر. يا عم عادة المجتول يدفنوا ما يظل مرمي، واخوي على الثرى عفته مطروح وكثر همي. ما هو ابن امي وجنت بحماه، عمت عيني على ابن امي. هذا شلون الحكي هذا؟ يا عم الله يساعدني، حقي لو كثر وني. على كيفك على كيفك، ليلة الدفن هذا ونكمل المصيبة بعد، بس شوية استوعب الموضوع. يا عم الله يساعدني، حقي لو كثر وني. يا عم حسين ابوك يريد حفظ العائلة مني، مسؤولية، وانت من الظهر للساعة يا عم غبت عني ودليل انعام، وصحت وين ابن اخوي وغاب. يا عم الغيبتك اسباب، وهسا جيتني تعبان جنك جاي من سفره. يقلها يا عم من الظهر للسدق اللي كنت غايب وين، سمعها وحاجة احزانه ودم سالت من العين. ناداها غبت عنك، رحت يم جسم ابويا. واويلا
الله الله. يقول له يا عم من الظهر للصدق اللي كنت غايب وين؟ سمعها وحاجة أحزانه ودمعة سالت من العين، ناداها غبت عني رحت يم جسم ابويا. يقولها رحت الوالد شفته 3 أيام فارقته يا عمه يا ودفنت جثته. عرفت زينب بعد رحمة الله عليك يا حج معين السباك، ايش قاعد تكتب؟ ايش قاعد تسولف؟ ايش قاعد تقول؟ يقولها 3 أيام فارقته يا عمه ودفنت جثته، ورضيع بالسهم مفطوم وسدته على الصدر. ظل يسولف زين العابدين. اسمع وخبرك بعد يا عم دفنت انصار ابوي حسين كلها وكلها بيتي وعساك ان شاء الله تأمنين. وزينب سمعته وصاحت علي الاكبر دفنته. الله الله. وزينب سمعته وصاحت علي الأكبر دفنته وين؟ اسمع تقول له تدري بوالده يحبه شبابه وفرقته صعبه. الله الله يساعد أهل سبايكر، الله يساعدهم، الله يكون بعونهم. تدري بوالده